وتعالى اقول لك يا صديقي العزيز، في اول حلقات اتعلم كمبيوتر ببساطه لازم تعرف معنيين مهمين جدا في الكمبيوتر: معنى السوفت وير ومعنى الهاردوير. والسوفت وير دوت هو اللي بيختص بالتطبيقات والبرامج. اما بالنسبه لقصه الهاردوير، فالهاردوير دوت بيعتمد على الاشياء الماديه الملموسه، مثال واهم حاجه طبعا عندنا الا وهو البروسيسور. والبروسيسور ده هو مخ الجهاز، وهو اللي بيفكر واللي بيقوم بجميع العمليات الحسابية. تاني حاجة عندي ألا وهي كلمة الذاكرة، حاجة اسمها رام وحاجة اسمها روم. ومعناها حاجة اللي هي الذاكرة المؤقتة أو الذاكرة المستديمة. الذاكرة المستديمة دايما هي الهارد ديسك بتاعك، سواء كان هارد ديسك اتش دي دي أو سواء كان اس اس دي. اما بالنسبه للذاكره المؤقته الا وهي الرام، الرام ديت هي اللي انت لما بتشغل اي برنامج او بتفتح اي حاجه، هي اللي بتقوم باستحضارها من الهارد ديسك